اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ده احلى طبق بلح شام ممكن تدوقيه في حياتك، ومش مبالغه، هاشش وخفيف ومقرمش. هنعمله النهارده بطريقه اقتصاديه، مش هنحط فيه لا بيض ولا زبده، وهيفضل مقرمش معاكي لحد ما يخلص، عمره ما هيطرى منك. الناس اللي دايما بتحس بطعم البيض وريحه الزفاره في بلح الشام، الوصفه دي مخصوصه ليكي. ولا عمرك هتحس بريحه البيض ولا طعمه ولا زفارته. 10 دقايق بالظبط وهيكون جاهز معاكي. هعمله معاكي النهارده خطوه بخطوه بطريقه بسيطه وسهله. بس الاول انزلي اعمل لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. اول حاجه كده هنبدا نجهز الشربات بتاع بلح الشام، لانه لازم يكون بارد. هحط كوبايتين سكر بمج الشاي العادي اهو، وهحط عليهم كوبايتين بالظبط وربع ميه، ربع كوبايه الميه. وبعد كده هعصر عليهم ليمونه كامله عشان الشربات ما يسكرش مني. وهديهم كمان نقطتين 3 كده من الفانيليا السايله او كيس فانيليا بودره. ممكن كمان تحطي بقى المنكهات العربيه، فص الحبهان، عود قرفه، شويه ماء زهر، شويه ماء ورد. بس انا هكتفي بريحه الفانيليا في الشربات بس كده. وبرفع الشربات بتاعي على النار، بسيبه اول ما يغلي، بستنى بالظبط على الساعه 10 دقايق وبطفي عليه. اجهز بقى الدقيق اللي هنعمل بيه بلح الشام. معايا هنا كوبايتين ونص دقيق ابيض عادي متعدد الاستخدامات. هحط عليهم كمان ربع كوبايه نشا. شويه النشا دول هم اللي هيخلوا بلح الشام يطلع معاكي مقرمش، ويفضل مقرمش معاكي لحد ما يخلص، مش هيطرى منك ابدا. اقلب بقى الدقيق مع النشا. حطيت كمان ذره ملح خفيفه كده، وهركنه بقى لما نيجي نستخدمه. في حله او في طاسه غويطه هحط قد الدقيق ميه. يعني حطيتي كوبايتين دقيق حطي كوبايتين ميه. انا حطيت كوبايتين ونص دقيق، حطيت لهم كوبايتين ونص ميه. وهديهم معلقه سكر بمعلقه الاكل العاديه اهو، و3 معالق زيت. وحطيت كمان هنا 3-4 نقط كده فانيليا. هقلب بقى على النار لحد ما تغلي الميه بالزيت بالفانيليا والسكر يدوب معايا كويس جدا. اول الميه ما بتغلي انا لسه بقلب فيها اهو عشان السكر يدوب. هوطي عليها النار خالص وانزل بقى بالدقيق. بحط الدقيق كله مرة واحدة. بعد كده بقلب بقى الدقيق مع المية المغلية، متوطي عليها النار هادية جدا، وبقلب لحد الدقيق ما يشرب المية ويتكون معايا عجينة. اول الدقيق ما بيشرب المية انا بطفي النار خالص دلوقتي من على الطاسة، وبقلب بقى الدقيق مع المية والزيت والسكر لحد الدقيق ما يشرب المية والدقيق يختفي من قدامي، ميبقاش فيه اي اثر للدقيق. بفضل اقلب كده لحد ما يبقاش فيه دقيق خالص. بس كده يا بنات، العجينة بتاعتي اتكونت اهي. هسيبها بقى تبرد. انا بمسكها بايدي هي لسه سخنه، بس متكونه عجينه طريه وناعمه ما بتلزقش في ايدك. هقلبها بقى كده خالص لحد ما اتاكد ان الدقيق شرب كل السوائل وبدا يشكل معايا العجينه دي. هفضيه في حاجه يبرد. فضيته في طبق كبير كده وسبته لما يبرد خالص. اول لما برد معايا بايدي كده وبعجن فيه عجن خفيف عشان العجينه بتاعتي تبقى ملساء، تبقى ناعمه كده، ما يطلعش بلح الشام معايا معرج او فيه تعريجه. ما بشتغلش في العجينه خالص يا بنات وهي سخنه، لازم اسيبها تبرد خالص وبعد كده ابدا اشكل فيها. شكل بلح الشام النهارده بالتب دي شكل النجمه، مش التب بتاعت بلح الشام، بس هتديني الشكل برده حلو ومظبوط. باخد بقى حته العجينه حته صغيره بحته صغيره، لان العجينه جامده مش كريمي كده، مش هتطلع معايا بسهوله. وبقطعها بقى بالمقاس اللي انت عايزاه. انا هقطعه النهارده ميني، بلح شام ميني صغنون كده. بطلع القطعه على قد المقاس اللي انا عايزاه وبقطعها بالمقص او بالسكينه. هشكل بقى كميه العجينه اللي معايا دي، هتعمل معايا كميه حلوه قوي. هي بس مشكلتها ان هي صعبة. لازم تستخدمي قرطاس الحلواني يكون نوع شديد، يعني تجيبي النوع السيليكون الشديد او القماش ده اللي انا شغالة بيه. الاكياس بتاعت اللي هي استخدام مرة واحدة مش هتنجز معاكي، هتتقطع لان العجينة شديدة جدا. العجينة ناشفة شوية، ما فيهاش طبعا بيض، مش هشة زي بلح الشام اللي احنا عارفينه، ومش سايلة زي عجينة بلح الشام اللي بالبيض، ناشفة شوية. لازم القرطاس اللي هتستخدميه يكون قرطاس شديد يستحمل ضغط العجينة. لو وصلت معايا لحد هنا انزلي حالا اعملي لايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. بس كده انا خلصت تشكيل العجينه اهو. عملت معايا كميه حلوه قوي يا بنات، شايفين دي الكميه اللي عملتها معايا من كوبايتين ونص دقيق. حلوه جدا وسهله جدا ومبتاخدش 10 دقايق وبتلاقيها اتشكلت معايا. طاسة بقى على النار وهحط فيها كوبايتين زيت كده، حبة زيت حلوين عشان بلح الشام بيتقلي في زيت غزير، ما ينفعش نقلي كده على وش الطاسة. وحبة زيت صغيرين. هاتي طاسة غويطة وحطي فيها شوية زيت حلوين كده عشان يبقى بلح الشام عايم. بنسخن بقى الزيت، مش بنسخنه قوي، لازم بس يتسخن شوية، ما يبقاش زيت بارد زي ما بنعمل بلح الشام العادي. سخني الزيت كده، اول ما يحمى معاكي انزلي ببلح الشام بقى هنقليه. انا حطيت الطاسة اهو
في ثواني بيبدأ ينفش معاكي ويكبر. بسيبه لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه، زي ما انت عايزه بقى، عايزه غامق شويه، عايزاه فاتح حلو كده، براحتك. ما بياخدش كتير، 10 دقايق ربع ساعه وبتبصي تلاقيه لون بالمنظر ده. حاجه في منتهى السهوله. بس كده بقى بطلعه بشبكه او بمعلقه مخرمه عشان الزيت يتصفى منه كويس، وما بطلعوش على الشربات على طول. طلعيه الاول على ورقه زبده او على مناديل مطبخ علشان تشرب منه الزيت الزياده. انا طلعته على ورقه زبده، هركنه شويه لما الزيت اللي فيه يتصفى عشان ما يبقاش مزيت معاكي. ده العسل بقى اللي احنا عملناه في اول الفيديو، شايفه قوامه عسل تقيل وبارد، عسل الحلويات الشرقية. معظم الحلويات الشرقية بتتسقي بعسل تقيل وبارد. هنزل بقى بلح الشام في العسل، شكله تحفة يا بنات، صغنون كده، وممكن تقطعيه كبير عادي، بس الصغير ده شكله حلو ومختلف. بقلبه بقى في العسل، ممكن تسيبيه 5-6 دقايق كده لحد ما يشرب من العسل وبعدين تطلعيه. انا قلبته وسبته شوية، سيبه شوية كده عشان يشرب من العسل ويتنغنغ معايا كده. هو مش هيطرى، ما تقلقيش، بيفضل مقرمش معاكي لحد تاني يوم. طلعه بقى من العسل، احطه في الطبق اللي هقدمه فيه او في الطبق اللي هشيله فيه. شايفه شكله حلو ازاي؟ درجه اللون دي برضو ما تغمقيش عن كده، شكلها حلو كده ومفرحه عن البلح اللي بيبقى لونه غامق. بس كده يا بنات، وادي بلح الشام معانا جميل مقرمش جدا، ريحته فانيليا، مفيش اي ريحه بيض ولا زفاره ولا اي حاجه، هاشش ومقرمش. وشايفه قلبه من جوه عامل ازاي. مستوي طبعا، العجينه احنا مسويينها وسلقينها قبل ما نشتغل بيها، فقلبه بيطلع مستوي وهاشش ومقرمش كده. على قد ما هو مقرمش، خفيف جدا، ضغطه ايدك كده، والرسمه بتاعته واضحه جدا وجميله. انا رشيت عليه جوز الهند وشويه فستق اخضر كده، دلع من عندي مش اكتر، هو مش محتاج اي حاجه. لو عايزه تزودي زي ما انا زودت كده شويه مكسرات، حلو جدا وشكله تحفه، مش محتاج اصلا. شايفه جميله ازاي؟ بس كده حبايبي، ده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك، طريقه بلح الشام الحلوه دي عجبتك. لو عجبتك يا ريت تجربيها وتكتبي لي رايك في الكومنتات، وما تنسيش اللايك على الفيديو ده واشتركي في قناتي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله.